خطيرة. ست ما شاء الله عليها خطيرة. بصوا انا مسمياها هيرو قوية. فيديوهاتها وفيديوهات اللي بتعملها مع البنات، ما بتعرفش بناتها ولا اخواتها او عيلتها بمعنى صح. بتبقى جميلة، بيعملوا الاكل بمنتهى الجمال، سهل جدا، بيخلوكي عايزة تقومي تعملي اي اكل في اي وقت. ما عندهمش حاجة صعبة او اكلة صعبة مثلا، او يا لسه نعمل الاكلة دي، يعني الاكلة زي اللي بتعملها دي الكوارع. بصوا من الف للياء، من اول تنظيف لحد ما تطلع بقى، شوفي هتعملها ازاي. وبما ان بقى كل سنه وانتم طيبين، بقى العيد الكبير جاي، ودي اكل دي وقتها بقى. ناس كتير قوي من عشاق الاكله دي، الكوارع والفشه والممبار والكرشه وبقى واللحمه. واللي بيحب اللحمه الضاني واللي بيحب لحمه الكندوز، يعني بصوا اشكال والوان. هي ونضفتها، ومش جايبه حد ينضفها لها، هي بتعمل كل حاجه بايدها. بقول لكم كل حاجه عندها سهله. اطبخ الحاجه السهله، يعني كوارع وسهله، بس تنضفها ما جابتش حد ينضفها، قالت لا ده انا ما بعرفش انضف، ودي مثلا راجل ينضفها، لا لا لا، هي بتعملها. يعني قبل كده كانت ماسكه خروف برضو، مسكت الخروف ما شاء الله، كانت هي اللي معاها. تقريبا بقى شفته ونضفته او طبخته، كل حاجه يعني، والله بتعمل الاكل سهل جدا جدا يعني. تخليكي عايزه تقومي تعملي الاكل، خلاص ما هي سهله. طبعا انا بقول ما شاء الله عشان محدش يقول بيقول عليها، مش بقول عليها، انا معجبه بيها جدا. بصوا بقى بتنضفها ازاي. شوف بقى هي بقى بتعملها زي احنا هنا المصريين ما بنعملها، ولا ليهم هم طريقتهم هناك، عامه برضه هنشوف هي هتطبخها ازاي. ما شاء الله هم زارعين كل حاجه، بيربوا كل حاجه، الطبيعه عندهم خطيره. خلاص بقى هتبدا تغسل. بس هي دي لو ما كانتش بتبقى بيضة قشطة يعني، ما حدش يعني ما اعرفش اطبخها صراحة او ناكلها. بس هي نضافتها والله حلوة. نضف الحوافر ازاي. ما تنسوش بقى لو وصلتوا لحد الدقيقة دي، تنزلوا في التعليقات تصلوا وتسلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقولوا لي بتحبوا الأكلة دي ولا ما بتحبوهاش، بتعملوها يعني، بتحبوا تاكلوها بس ولا تعملوها وتاكلوها، لأن يعني في ناس تقول لك أنا أكلها لكن ما أعملهاش مثلا. فأنتوا من أنهي ناس، دول ولا دول؟ خلاص هي قطعتها اهي. حاسة برضو إنها سمرا، يعني المفروض إنها بتنضف أكتر من كده، مش برضو هتنضفها ولا إيه؟ اه مبسوطة. اقول لكم كل حاجة سهلة عندها، كل حاجة سهلة والله. يعني تعمل خروف سهلة ده، يعني ممكن بصوا تعمل حاجة بحب والله. خلاص هي كده هتسلقهم. امال انا يعني عندنا بنستصعب الاكل ليه؟ يعني انا عامة اهو، يعني ده احنا لما يوم ما بنعمل المحشي، ده نقول المحشي عندنا تبقى دربكة طول اليوم، وواقفين في المطبخ قد كده، ويطلع حلة المحشي، وفي الاخر بتتاكل في ربع ساعة. في اقل من ربع ساعة تكون خلصانة. يعني حاسة ان هي تعمل منها حاجة يعني غير كده. بصوا، حاسة هي المفروض تنضف، بس ايه ما علينا، خلينا ماشيين وراها واحدة واحدة. بقولك هما طريقتهم كمان في الاكل هنا غير عندنا. هي شكلها هتسلقها تاني. يبقى سلقتها مرة، وبعد كده سلقتها تاني بقى، وحطت بقى ايه الخضار فيه. هنا بقى دي اللي هتطلع من الشوربة، شوربة الكوارع. خلاص بتطلع اي شوائب فيها زي ما انتم شايفين، تبقى صافية بقى. يلا ادينا بنات بتتعلم ايه بتتعمل ازاي، وتتسلق ازاي، وتنضف ازاي. يا رب يكون الفيديو مفيد ليكم وتتمتعوا بيه. وقالوا لي بقى ايه، وشوف الدنيا معاكم. سوي دي مشروم. انا ملاحظه ان هي غيرت في ايه شكلها كده، ايه يوم تاني، يا لهوي هي ماسكه ايه. بقولكوا جباره والله، مش بتخاف من حاجه يعني، هي دايسه في اي حاجه. غريبه دي. ظاهره الكلاب دي بقت فظيعه، يعني الكلاب دي في اي وقت دلوقتي صوتها بيبقى غريب. مش عارفه انا عندي بس هنا ولا عندكم انتوا كمان. طبعا منتشره قوي اليومين دول. بصوا بقى المشروم خدته نضفته، وايه ودي بتشوحه مع البصل. هتعمل تتبيله خضار، ايه انا حاسه والله انها تبقى جامده. لحمه.
هي اكله مناسبه للعيد الكبير والله. كل سنه وانتم طيبين. تبلت بقى الايه؟ ده زبادي ولا كريمه؟ هي شكلها كريمه، تمام. اتدلع على الاكله اللي بتعملها. ادي اللحمه يا دوبك بقى حطيت عليها التوابل وشويه زيت. تبلتها اهو. الله. طلعت خليط الخضار. شوف بقى هتعمل ايه، تكمل ازاي بقيه الاكل. ما ننساش ان في شوربه كوارع بتتعمل يعني. الجو بدأ يمطر. جو خطير والله. بس ادونا بس ما شاء الله يعني نطبخ في الجو ده واحنا نطلع لكم احلى اكل. يعني ربنا يرزقنا ويرزقكم يا رب بكل اللي بتتمنوه، بيوت كبيره واسعه زي دي. وبقول ما شاء الله يا جماعه، هو برضه مش بقر عليها، انا معجبه بيها جدا على فكره. تشوي بقى اللحمه. بسم الله ما شاء الله. الله. يعني عماله تغير في الهدوم وتلبس، او ممكن تكون لبست جاكيت الجو ساقع ولا حاجه. بصوا. بصل بقى تقريبا عليه سماق. اللحمه خلصت. الكوارع، في كوارع يا جماعه اهي. تعال نشوف هتعمل بقى شكلها. هتعمل دقة ولا صوص بقى. بصوا كمية الثوم كتيرة. شوية زيت. ما شاء الله على الشوربة. مش بقولكوا خطيرة. ايه ده؟ هي عملتها ايه؟ هي كانت حاطة نشا في الأول، اللي هي وحطيتها على الشوربة، بعد كده عملتها شبه الجيلاتين كده، مسكت نفسها. ما شاء الله. دايبة كوارع دايبة. اه ده التوم اهو. في حتة وقعت كده، اللي هي البتاع اللي شبه الجيلي ده، عملته ازاي؟ ما شاء الله. والف هنا الف هنا يا بنتي والله. كوارع تفتح النفس. اعتقد بقى اللي ما حب بيحبهاش بعد الفيديو ده كده يحبها. ولا اللحمة؟ لا اللحمة ما شاء الله احنا كلنا بنحبها. شايفين الجمال؟ الف هنا حبيبتي، الف هنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك، وتنزلوا تصلوا وتسلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلمة حلوة منكم. يلا باي باي.